ازاي اتعلمت اللغة الإنجليزية في يوم واحد بس؟ تعالوا اقول لكم. علشان تتعلم اي لغة في العالم واللغة الإنجليزية طبعا لازم ان انت اهم حاجة تهتم بيها هو الممارسة. بالتالي فكرة النهاردة بتعتمد على ان انت هنخصص يوم واحد بس في الاسبوع هيكون لتعلم اللغة الانجليزية، بحيث ان انت اي حاجة هتتعلمها في اليوم ده من الاسبوع تقدر ان انت بعد كده تستفيد فيها بقية الاسبوع، وتقدر ان انت تمارسها بقية الاسبوع بشكل بسيط جدا وسهل. طبعا موضوع ان انت تخصص يوم واحد بس عشان تطور وتتعلم فيه اللغة الانجليزية هيكون مناسب لاي حد مش بيقدر ان هو يذاكر او يمارس اللغة الانجليزية بشكل يومي او ما عندوش وقت او هكذا. فدلوقتي هنعمل خطة جديدة خالص هيكون بس فكرتها ان انت تخصص يوم واحد بس لتعلم وتطوير اللغة الانجليزية، وهشرح لكم دلوقتي ازاي هتقسموا اليوم ده بشكل فعال جدا جدا وبسيط ان شاء الله. والخطوات اللي هعتمد عليها النهاردة في فكرة ممارسة أو مذاكرة اللغة الإنجليزية في يوم واحد من الأسبوع هتكون معتمدة على 3 خطوات، وهما القراءة، الكتابة، والمحادثة. وبقية الأسبوع تقدر إن أنت طول الوقت تعتمد على الاستماع، واستماع على طول لبودكاست أو فيديوز أو أي حاجة باللغة الإنجليزية، مثلا لو أنت في طريقك لشغلك أو أنت في العربية أو في أي وقت أو حتى وأنت واقفة في المطبخ بتطبخي، في كل الأوقات دي تقدروا إن انتوا تسمعوا اللغة الإنجليزية. بس يوم المذاكرة ده أنا هعتمد فيه على 3 خطوات، وهما القراءة والكتابة والمحادثة. قبل ما اشرح لكم تفاصيل اكتر لازم افكركم ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس كمان لو انتوا لسه ما اشتركتوش في قناتي انجلش بلوج. واول خطوة خالص القراءة، هتخصص في اليوم بتاعك اللي هو لتعلم اللغة الانجليزية اول جزئية خالص ان انت تعتمد على القراءة. ممكن تقرا حاجات على الفيسبوك او ممكن حتى تقرا الكابشن الموجود في انستجرام على الصور، ممكن تقرا اي بلوجز او اي مدونات، ممكن تقرا كتاب، ممكن تقرا رواية، ممكن تكتب على الانترنت اي موضوع انت حابب ان انت تبحث وتقرا وتعرف عنه بس باللغة الانجليزية طبعا، على اساس ان احنا نطبق اول جزئية خالص وهي القراءة. وطبعا زي ما دايما اقول لكم ان انت ما تقفش على اي جملة او كل جملة انت مش عارفها او كل كلمة انت مش فاهمها، حاول ان انت تخمن المعنى من السياق العام، وبنسبة كبيرة جدا يمكن 80 ل 90% هتلاقي بعد كده ان انت فهمك هو صحيح للكلمة او للجملة اللي انت وقفت عندها وما كنتش عارف معناها. لو حاولت ان انت تترجمها بعد كده هتلاقي ان انت معناها زي ما خمنتها بالظبط. وطبعا كترجمة نبدأ ان احنا نعتمد على قاموس يكون انجليزي يفضل احسن من ان احنا نترجم طبعا للغة العربية. لو انا وقفت عند حاجة معينة او جملة او كلمة معينة وحسيت ان انت مش قادر تكمل او مش قادر تفهم الموضوع اصلا بسبب الكلمة او الجملة دي، مفيش اي مشكلة خالص. ممكن وقتها توقف القراءة بتاعتك وتاخد الجملة او الكلمة دي وتحطها على القاموس. ممكن تحطها عند كامبريدج او اوكسفورد، المواقع بتاعتهم هتساعدكم كمان ان انتوا تسمعوا النطق الصحيح للكلمة او الجملة دي، وطبعا هيبدأوا ان هم يشرحوا لكم او يترجموا لكم الكلمات دي بشكل حلو جدا جدا ومبسط ويعني بسيط جدا جدا. وفي كمان تطبيق اسمه كاندل ممكن ان انتوا تنزلوه عندكم على التليفون بتاعكم، هيقدر ان هو يساعدكم كمان في القراءة، في تدريب القراءة دوت. وتقدروا كمان ان انتوا تعلموا على اي كلمة او جملة انتوا مش عارفين نطقها او مش عارفين معناها، ويبدأ بعد كده يساعدكم في موضوع ان انتوا تسمعوا النطق الصحيح والبرونسيشن الصحيح طبعا بتاع الكلمات والجمل دي، علشان بس مفيش حاجة تقف قدامنا ان شاء الله. تاني حاجة هنشتغل عليها أو تاني خطوة وهي الكتابة. تقدر تكتب مثلا تقدر تكتب يومك كان عامل ازاي، تقدر تكتب الحاجات اللي اتعلمتها باللغة الإنجليزية، تقدر تكتب كمان بوستس على السوشيال ميديا. اكتب أي حاجة، المهم ان انت تحاول ان انت تكتب على قد ما تقدر باللغة الإنجليزية. الكتابة من أكتر الحاجات اللي هتثبت في عقلنا وذاكرة المدى الطويل عندنا طبعا الكلمات والجمل الإنجليزية بوقت طويل جدا جدا. فطبعا تاني خطوة هتكون معانا هي الكتابة، ونقدر نكتب زي ما قلت لكم عن اي حاجة انتوا حابينها. ثالث تدريب هيكون في اليوم عندنا وهو المحادثة. المحادثة تقدر ان انت تتكلم باللغة الانجليزية سواء مع نفسك، يعني تقدر تشارك افكارك مع نفسك، او مثلا لو في حاجة معينة انت عايز تعملها، سواء مثلا هتشتغل دلوقتي، انا هقعد دلوقتي حالا مثلا اشتغل، فابدأ ان انا افكر واتكلم عن النشاط نفسه اللي انا بعمله باللغة الانجليزية. ابدأ ان انت تتكلم، يعني مش لازم حتى يكون في شخص قدامك بيسمعك او هكذا، لا عادي انت ممكن تتكلم مع نفسك بالانجليزي، او لو في مثلا صديق ليك
بيشاركك نفس الهدف وهو تعلم اللغة الإنجليزية، فيبدأ ان هو تقدروا تعملوا محادثة او conversation مع بعض. او كمان ممكن ان انت تتكلم وتسجل لنفسك وترجع تسمع كمان الكلام اللي انت قلته، فبالتالي عقلك هيبدأ يصحح لك كل الاخطاء اللي انت عملتها، وبالتالي تقدر ان انت تعلم نفسك بنفسك وتتطور طبعا. او لو انت حابب ان انت تتكلم مع اجانب، ففي طبعا تطبيق كامبلي تقدروا ان انتوا تحملوه، وفي تقريبا 5 دقائق بتكون تجربة مجانية، بتدخل بتجرب مجانا تماما لمدة 5 دقائق وتشوف البروسيس كلها بتكون عاملة ازاي. تبدأ ان انت تدخل على التطبيق نفسه، بتتكلم مع مدرس او مدرسة اجانب تماما وفلوينت طبعا، وتبدأ ان انت تعمل محادثة معاهم، وحقيقة الناس هناك متعاونة جدا جدا، وتبدأ ان انت تجرب الموضوع وتشوف الموضوع عامل ازاي، وتشوف اذا كنت حابب ان انت تقرر تشترك وتقدر ان انت تاخد فرصة ان انت تتكلم مع حد اجنبي على طول. بس في كل الحالات زي ما قلت لكم مفيش حاجة المفروض انها توقفنا، ونقدر ان احنا حتى لو حابين ان احنا نتكلم مع نفسنا باللغة الانجليزية ونلتزم ونتعلم في خلال يوم تعلم اللغة الانجليزية، هيفرق معانا بشكل كبير جدا جدا. فكرة اليوم ده زي ما قلت لكم انا حبيت ان انا اشاركها معاكم، ان دوت لاي حد مش قادر ان هو يخصص وقت معين كل يوم لتعلم اللغة الانجليزية. وممكن كمان الفكرة دي تشجعك اكتر على الاستمرارية في ان انت تتعلم وتطور اللغة الانجليزية، بحيث ان اليوم ده انا عارفة ان انا شغالة على اللغة الانجليزية، عمالة اقرا حاجات بالانجليزي واكتب واتكلم، ويبقى اليوم كله مخصص ان انا بحاول ان انا اطور من اللغة الانجليزية بتاعتي وباسهل وابسط الطرق ان شاء الله. وحقيقي هيفرق معاكم بشكل كبير قوي قوي. حابه ان انتوا تشاركوا معايا في التجربه دي، وحابه ان انتوا تبداوا تشتغلوا عليها على طول، وتشاركوني تحت في التعليقات لو عجبتكم الفكره طبعا وحابين ان انتوا تشتركوا فيها. وبعد اسبوع وبعد شهر من الممارسه دي، وبعد ما تبداوا ان انتوا تلتزموا اكتر في الموضوع، اكتبوا لي طبعا كل البروجرس اللي انتوا بتعملوه تحت في التعليقات، وقولوا لي ازاي الموضوع فرق معاكم وايه هو التطور اللي انتوا لاحظتوه على نفسكم. فكرة بسيطة جدا وسهلة، واتمنى انها تكون عجبتكم. لو عجبك فيديو النهاردة لايك بليز للفيديو. لو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج، فاتمنى ان انت تشترك دلوقتي حالا وتفعل الجرس كمان علشان يوصلك دروس انجليزي لكل يوم ويجيلكم فيديوهاتي على طول. وان شاء الله اشوفكم على كل خير باذن الله في الفيديو الجاي وحلقة جديدة باذن الله. باي باي.